السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ريتال للاكلات الشهيه. النهارده احنا هنعمل الشاورما في البيت. احنا فتحنا في البيت محل. ايه رايكم في الشكل يتحدث عن نفسه. لو عجبتكم الطريقه ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. بجد تحفه. نشوف المكونات مع بعض. معانا هنا نص كيلو لحمه متقطع شرايح رفيعه، لحمه بتلو، ما يكونش لحمه كبيره او كندوز، يكون لحمه صغيره وعليها قطعه من اللية او قطعه من الدهن المتوفر في البيت تعمليه. طبعا هنا الحجم يعني نص كيلو، ده ترجع ليكي انتي حسب العيلة بتاعتك. نزلت بقطعة اللية. هنزل هنا كمان بربع كوباية مية بصل، بصلاية متوسطة. انا عصرة المية بتاعتها مصفياها. معلقتين خل، عصير ليمونة. هنا معايا بابريكا، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر. ومعايا كمان هنا 7 بهارات. لو مش متوفر ممكن تحطي بهارات شاورما وبتحطي سنة قرفة صغيرة. هبتدي اخلط المكونات بتاعتي كويس جدا بالشكل دوت. لو مستعجلة عليها بتسيبيها 4 ساعات بس. المهم تاخد في التتبيلة 4 ساعات. لو مش مستعجلة بتتبليها قبلها بليلة. طبعا انا هتبلها قبلها بليلة علشان التتبيلة تاخد فيها. هنا انا حطيت شوية زيت وهحط شوية سكر. شوية السكر بيساعدوا ان اللحمة الانسجة بتاعتها تتفتت وتستوي معايا على طول. ونزلت شوية بصويا صوص. متوفر حطي، مش متوفر برضك ما تحطيش، ده يرجع لراحتك انتي. اهم حاجة ان انت تخلطي المكونات كلها كويس مع بعض. طبعا دي الشاورما بتاعتنا بعد ما فات عليها ليلة كاملة. شايفين اتشربت التشريبة بتاعتنا كلها اللي هي الخل والسكر، اتشربت كل حاجة. بيجيب انا هنا طاسة فاضية على النار، حط فيها معلقتين زيت، مش هنكتر علشان هي فيها قطعة من اللية. نخلي الزيت يسخن خالص وبعد كده ننزل باللحمة بتاعتنا نديها صدمة. خلاص الزيت ابتدى يسخن معايا اهو. اهم حاجة بس ان انت تشتغل على نار عالية علشان الشاورما ما تجيبش معاكي مية. لو اشتغلتي على نار واطية هتجيب معاكي مية. انا دلوقتي هنزل بالشاورما بتاعتي وابتدي افردها في الطاسة. انا ما بقلبهاش، انا بفردها في الطاسة وشغالة على نار عالية. مش هقلبها خالص، بس هحاول نفرقها من فوق بعضها كده علشان ايه ما تبقاش كلها على بعض. شايفين الشاورما عشان ما هي نزلت في زيت سخن يعني ما جابتش مية كتير خالص. وبرضو بنشتغل على نار عالية. النار العالية متخلاش تجيب معانا مية. لو اشتغلتي على نار واطية بتبص تلاقيها كده صفت المية اللي فيها، انما النار العالية بتخليها ما تصفيش مية خالص وبتنشف معانا على طول. ما بقلبش فيها خالص علشان ما تجيبش اي مية. هنا بس انا هوزع. انا ما بقلبش، انا بوزع اللحمة من على بعضها عشان ما تتكومش على بعضها. طبعا هنا هنجهز الطحينة مع بعض. معايا هاخد من هنا ربع كوباية مية من الحنفية عادية. معايا هنا ربع معلقة كمون، ربع معلقة ملح، ربع معلقة توم باودر، بابريكا. هتاخدي بس ايه يعني رشة جوز الطيب، رشة بسيطة. ومعايا عصير نص ليمونة. وهناخد شوية زيت وشوية خل ونفضل نضرب بالمعلقة بتاعتنا. لو خفت منك ما تخافيش، تقليها بشوية زيت. كل ما تضربي فيها بالمعلقة بتاعتنا كده اللون بيفتح معاكي.
كمان الطبق صغير انا هبدله. طبعا انا كده بدلت الطبق بتاعي، وكده الطحينة بتاعتي اهو، شايفين القوام بتاعها ابتدت تتقل معايا زي ما هي. خلاص هي كده الطحينة ايه جهزت معايا، يعني بقت جاهزة معايا، هي مش محتاجة كلام تاني. حط بس شوية زيت خفيفة، انا حابة القوام ده، ممكن انت تسيبيه عايزة اتقل من كده ده براحتك. حط بس معلقتين زيت. طبعا هنا دي الشاورما هي بتاعتي، بعد ما شربت السوائل بتاعتها هبتدي انزل بالبصل بتاعي مقطعاه جوانح اهو، وهنزل بفلفل اخضر وطماطم واقلبها. انا مش عايزاها ايه تستوي قوي، عايزاها يعني ايه تبقى التتبيله بس، البصل ياخد بس التتبيله نص سوا. شايفين الالوان، شايفين الجمال. هبتدي اقلب فيها بحيث ان البصل يدبل معايا والخضار بتاعي يدبل معايا بالشكل دوت. خلاص هي قربت تدبل، خلاص البصل دبل معايا اهو. هنزل هنا اخر حاجه، دي التكه، معلقه مستردة، حابه تحطيها حطيها، في اطفال ما بيحبوهاش، لو مش عندك الاطفال ما بتحبش المستردة فمش ضروري ان انت تحطيه. واخر حاجه هنا بقى هقلبها كويس قوي، ان معلقه المستردة دي اتبل بيها ايه اللحمه بتاعتي والخضار بتاعي اللي هو البصل والفلفل والطماطم. هنا بقى اخر حاجه بحطها هنا رشه بقدونس. شايفين اللون، شايفين الشكل اساسا. هقلبها كويس قوي بس كده مع بعض. كده هي الشاورما بتاعتي جاهزة اهي، مش محتاجة اي كلام تاني. طبعا هنا انا جبت الطحينة هي بتاعتي والعيش الفينو، انا هاكلها في عيش فينو، انت حابة تعملي العيش السوري براحتك، ده يرجع ليكي. حابة تاكليها في عيش بلدي كليها. بمسك هنا الفينو بتاعي بحطه هنا ان هو يشرب من الصوص اللي هو نزل من اللحمة كده، بيديله طعم حلو برضو. وبتحمص العيش تحميصة خفيفة. ابتدي اخد العيش بتاعي ادهنه بالطحينة، واخد من الشاورما بتاعتنا بقى ايه، احط في الساندوتش بتاعنا بالشكل دوت. احنا فتحنا محل في البيت، يعني دي الشاورما اللي احنا بناكلها في الشارع، بجد كان طعمها روعة. شايفين المنظر، شايفين الشكل. شوفوا احنا بنجيب الساندوتش ده من بره بقد ايه. برضو انا هحمص العيش كله بتاعي بنفس الطريقة. ابتدي اخد الشاورما بتاعتي ورشة بقدونس صغيرة كده، دي التكة. حابة انت تحطي كاتشب، مايونيز، مستردة، اللي انت حابة تحطيه على الساندوتش حطيه. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. شايفين المنظر، اخر جمال.